السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. فتبصحوا العافيه ولقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنعطيو وصفه ديال الثوب اللي كيطلق ما يبقاش يطلق بهذه الطريقه هذه. كتثبتي اللون وما كتخليش الثوب يبدا يطلق في الحوايج بالمره. المهم كنشدوا قريعه ديال الخل ديال 3 دراهم ونص، كنشدوا شويه ديال الملحه، كنديروهم في شي بانيو اللي كتصبني فيه. كنشدوا الماء غليان يكون طايب مزيان، يكون سخون يعني غليان، ونشدوه نخويوه فوق ديك الخل والملحه. نقطوا ديك الثوب اللي كيطلق لينا. انا هنايا عندي هاد البدله هذه، هاد الكسيبه هذه كنت فصلتها وكتطلق ليا بزاف في كل شيء، ما تقاصص كتطلق ليا. درت لها هاد الوصفه هذه، ثبتت ليا ليها اللون وفي نفس الوقت ما خلاتهاش تطلق. المهم كنشدوا الماء عاوتاني غليان وكنعاودوا نخويوه فوق منها، ونبقاو نقادو هكذا بشي عود ولا بشي حاجه اللي ما غاديش تحرقنا في يدينا، لان الماء غليان يقدر يضرنا في يدينا. بهذه الطريقه هذه كنحاول نصبنو غير بهاد العصايه هكا، نبقى ندك فيه ونضرب فيه ونقلبو من هاد الجهه ومن هاد الجهه باش كيتثبت ليا اللون في كل شيء، وديك الخل والملحه كتوصل ليا للثوب كامل. هكذا كنبقى نقلب وكندك فيه، نقلب وكندك فيه حتى كيبرد ليا الماء ويولي الماء دافي، ونقلب هانتوما شوفوا ما كيبقاش كاع الثوب كيطلق بالمره. كنشدوه هكذاك منين كيدفى ليا الماء نشدوه ونديرو نهزو هكاك ونحطو في شي بلايصه تقطر ليا من ديك الماء هذاك، ونعاود نديرو تحت الروبيني بالماء بارد يكون بارد بزاف، ونعاود نشدو نعلقو نخليه الفوق في السطح ينشف حتى ينشف، ومن بعد كندير الحديده البلايصه يتحدد. وها هو الثوب ديالكم ما كيطلق ما والو، بصحه وراحه. بالنسبه لهاد الوصفه راها فعاله يعني تثبيت الثوب، وفي نفس الوقت ما تخليش يطلق بحال دابا الحوايج اللي كيطلقوا سواء ديال الجين الحويجات التواب، يعني اي حاجه ممكن ديروها لها. يعني زوينه بزاف، ونتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. الا عجبكم ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه، وشكرا بزاف الناس اللي كيتبعوني.